اليوم راح نسوي مربين. طبعا هني قاعد نسوي العيش المشغول، وهني بنحط الربيان اول شيء علشان يطلع من الثلج والسبرة تروح. بعدها نسوي حميسة الربيان، راح نخليه فوق العيش المشغول الابيض. فاليوم الطبخة وايد حلوة. اول شيء تبلنا الربيان بالبابريكا والفلفل، وحطينا عليه خل شوية، ليمون، عصير الليمون، فلفل، كمون لازم، ولازم ايضا ملح. هني خليناه شوي على ما يفتش من الثلج لانه مثلج. بنحطه في الماي. اول شيء لازم نحطه بماي ويطبخ ترى بسرعة، يعني ما يحتاج منكم وايد وقت. هني نركز كل البهارات مع بعض. ما شاء الله الربيان جامبو، يفضل انه يكون ربيان صغير، بس احنا انا طالب الجامبو. تلاحظون من البداية، شوفوا هو على ما يقلب على شوي لون برتقالي يعني طبخ. شفتوا شلون بسرعة يطبخ لان الماي حار. وهذه اللقطة تخلي الربيان لين معاكم، ما يعني لقطة اللي كنا نايلون، لا، ويحتفظ بطعمه والصفرة تروح من الربيان. فالفكرة هذه وايد حلوة حق اللي بيسوي حميسة ربيان او بيسوي ربيان مع عيش. وايد وايد افضل انكم تحطونه اول شيء بماي. حطينا الجدر الكبير على اساس نسوي لقطة البصل. طبعا راح نحط شوية من الزيت. اول شيء بنسويه اللي هو نحمس البصل مع الثوم، ونحط باقي المقادير. نحط البصل. اول ما تسمعون هالصوت يعني الزيت جاهز. بسم الله. نحط الثوم. طبعا الثوم ما راح نستخدمه كله، راح نستخدم نص الثوم. وراح نحط ماجي اللي هو الحمصة الخليجية وكزبرة وثوم، لأن الكزبرة والثوم وايد يعني لقطة البحري، أي شيء بحري يحب الكزبرة والثوم. نحط قفشتين كبار، ونحط قفشة كبيرة من أو قفشتين من الحمصة الخليجية. راح نحط معجون. معجون كامل. نبدي نحط مكعب ماجي واحد حطينا. راح نحط شوية بابريكا، وراح نحط كمون، وحطيت طبعا سولت شوي،
راح نحط بهارات دياي شوية، بهارات السي فود اللي هو الأكل البحري من هذا البراند. هذا البراند وايد أحبه، بهاراته وايد حلوة. ونحرك كل شيء. شوية تمر هندي، وشوية من عصير الطماط الطبيعي. هذا حق الدقوس انا مسويه، بس انه احط شوية. والحين نحط باقي الخضروات اللي هو الفلفل، الجزر، جزر مبشور يعطي نكهة مو عادية، وكزبرة وشبنت. حطيت الروبيان، كذي تكون الحميصة صارت جاهزة، بس شوي لازم يطبخ. راح نخليه الحين على نار هادية على ما كل شيء يتسبك مع بعضه. على نار هادية. العيش خلص، الحين ننتقل حق الدقوس. راح نحط شوية من الشكر على المعجون. نعلي على النار. نحمس عدل المعجون اللي حطيناه مع الزيت. شوية كاتشب، هذه خلطة بيتنا. نحط ملح وتمر هندي، معجون تمر الهندي. نحرك عدل. ونحط باقي عصير الطماط. تقدرون تضيفون ماي اذا تبونه يكون خفيف. شوفوا جمال الحميسة، شوفوا شلون الحميسة والخلطة واللقطة بحد ذاتها تشوق، فما بالكم الطعم. طبعا هذا ينحط على العيش البشغول الابيض مع دقوس، احلى غدا. طبعا صار اليوم الغدا شوي متأخر، خلصنا اشغالنا، ناطر فرحتي ونطب بالغدا. شوفوا اللقطة.